في حفل كبير حضره عدد من النجوم والإعلاميين من تونس والعالم العربي. احتفل الإعلامي سمير الوافي بزفافه على الفلسطينية حنين صغير، وكان من أبرز الحضور النجم وليد توفيق وسامية طرابلسي ولطفي بوشناق. كاميرا عرب تواجدت ونقلت أجواء الحفل. بدأ حفل الزفاف الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بقرطاج بالزفة التونسية. ارتدت زوجة الوافي حنين الزغير فستان زفاف أبيض مرصع بالكامل وبذيل طويل تعثر فيه مصوري الزفاف وبعض المدعوين أيضا. لم يكتفي العروسين بزفة واحدة، فكانت الزفة الفلسطينية البلد الثاني للعروس في انتظارهم. والد العروس مازن الزغير وجه كلمة من خلال برنامجنا للعريس. أعتقد أنه نسيبي كان اختياري له واختياره إنه منتهى الصواب. هو رجال وأنا بحترمه وهو إضافة لعائلتي. أحيا الحفل نجوم تونسيين كبار أبرزهم لطفي بوشناق ويسرى محموش. انتي روحي انتي ما تخافيش، أنا نموت عليك وما نخبيش. حضر حفل زفاف الإعلامي المثير للجدل لفيف من الإعلاميين والفنانين التونسيين والعرب ليشاركوه فرحته. أنا بقول له إن شاء الله ألف مبروك ولحنين بنت أخويا اللي جيت مخصوص أنا من لبنان عشانهم، يعني الله يهنيهم يا رب وعقبال العزابة كلهم إن شاء الله. خلي يسترجي يزعل لي بنت صاحبي، والله لو زعلت يا سمير شوف شو بصير فيه. الله ربي يهنيه وربي يعطيه الوقت الطيب ورجعني أنا ل10 سنين التالي. جينا صاحبنا احنا أخونا فرحانين له كما نقول لك، كما فرحوا لي انا عماول هو، انا فرحان لاصحابي زي ده. سمير بدا مع الاعلام الفني، دونك على ذاك عنده برشا اصحاب من الفنانين، وبعد الاعلام السياسي اصحابنا السياسيين وجابوا معاهم الفنانين زاد. بيان سور فرحت برشا اللي جيت العرس سمير، واليوم اكيد كل الفنانين والاعلاميين حابين نشاركوا فرحته، وهي اليوم سهرية مثيرة طبعا كما هو. فرحانة برشا لخويا وصديقي سمير وحنين صاحبتي قرأت معايا من نحن في الليسي. قولوا له ربي يهنيك ان شاء الله كنت شايب البركه. بالحق عرس كيما عملوا عرس سمير، بالحق هو اللي من يجرأ انه يعمل عرس كيما هكايا، برافو يعطيه الصحه وربي يهنيه ان شاء الله. ما نجمش نقول حتى شيء تو خاطرني هكا فرحانه نحب نشطح قبل ما نغني. استنوا تفرجوا فينا شويه نغني وتفرجوا فينا في الشتي احنا. استطاع مقدم لمن يجرؤ فقط أن يجمع ما لا يجمع، فشاهدنا في زفافه سياسيين من جميع الأطياف. جيتوا الخطبة نتاعو وجيتوا العرس نتاعو، إن شاء الله ربي يهنيهم الزوز، وهو كي شكون يستدعاني العرس وكان ظروف وكان وقتي يسمح نفرح للكل تونسي وكل تونسي. واحد من أولادي تقريبا وأنا نتابع في مسيرته وفرحت للعرس نتاعو وأنا محسوب مقام والده. هو بالنسبة لي إعلامي فقط وصديق، وجيت باش نفرح له وان شاء الله ربي يهنيه، وان شاء الله زاد الشباب التونسي الكل ربي يهنيه. وتبدلت الادوار واصبح سمير هو من يجرؤ بالاجابه ووصف شعوره بجانب عروسه الجميله. كل اللي حلمت به لقيته في حنين، تقريبا كل شيء، ما فماش يعني وكانها امراه على قياس احلامي. والله نقول نحبك برشا وربي يخليه ليا وهو احسن حاجه في حياتي.